الأمير فيصل بن تركي بصراحة قاعد يعني فيه يعني مشاكل مادية كثيرة في هذه المواضيع. يعني النصر بصراحة قاعدة تتشوه سمعته خارجيا بسبب يعني آخر شيء اليوم الأستاذ بندر العتيبي، وهو واحد من أهم الصحفيين أكيد في المشهد النصراوي اللي يرسل الأخبار الصحيحة. اليوم يقول لك الكابتن محمد حسين اشتكى النصر يبغى 3 مليون و500. يعني محمد حسين اشتكى، هنري اشتكى، فابيان اشتكى، ما ادري شو لعيبه. والله يا اخي احنا قاعدين نشوف يعني مسلسل طويل من الشكاوي. فانا اعتقد انه هذا الموضوع بشكل كذا. شوف، اللي انا مبسوط منه المدرب زوران يشتغل بضمير ويشتغل باخلاص ويعد فريق اعداد ممتاز. هذا الاعداد الممتاز اذا لم يصاحبه صرف المرتبات وصرف الاستحقاقات من سمو رئيس النادي للاعبين في اوقاتها بانتظام كامل، فحتكون مشكله للمدرب. يمكن المدرب في نصف الموسم يقول لك انا بمشي لاني انا الان بديت اصطدم باللاعبين، اللاعبين يبغون حقوقهم. فحقيقه لازم انا يعني اناشد الامير مشعل بن سعود واناشد كل النصراويين انهم يجلسوا مع الامير فيصل بن تركي، يجلسوا. يعني السياسه الاقتصاديه ذي سياسه خاطئه 100%. ما هو معقول سمعه النادي يعني الان قاعده تتشوه. بس هذه الديون كانت من قبل الاجتماع. الان اللاعب الان اخر واحد اسمه محمد حسين البحريني اللي موجوده من لا ما هو معقول انه اي لاعب يحترف في النصر اجنبي تنتهي علاقته بشكوى. ذي مشكله كبيره ذي. يعني انت تجيب لعيبه على 4 و5 مليون وفي الاخير ما انت قادر تعطيهم. يعني ما هو بصحيح. يعني الان في تشويه لسمعه النصر. يعني ملف النصر في المحكمه الكاس وملف النصر في غرفه المنازعات يعني حقيقه ملف لا يشرف. طيب لا يشرف اي نصر، معليش. لا يشرف. احنا ما حنا قاعدين نجامل رئيس النصر الى متى؟ يعني انه ما يجي الان يعني مثلا بكره هذا اللي تقول عنهم اساميهم مهايا ومدري مين ميها ومدري، بكره بينضموا الى الناس لانه ما هم معقول. فالامير مشعل بن سعود واعضاء مجلس اداره النصر واعضاء شرف النصر لازم يقعدون مع رئيس النصر. السياسه الاقتصاديه ذي سياسه خاطئه 100%، تشوه سمعه النادي. النادي صاير يتصدر القائمه في فض المنازعات، قاعد يتصدر القائمه في محكمه الكاس. هذه مشكله دي. يعني انت ما انت قادر ما هو معقول انك انت ما انت قادر للناس ذولي تدفع حقوقهم قاعد تجيبهم. هذا نادي النصر يا اخي له سمعته له القيمه النصراويه والمدرجات النصراويه ذي بنيت على جماعه، على مجهود رجال وعرق رجال ضحوا بالكثير، ضحوا حتى بصحتهم وضحوا بحياتهم. مو معقول النادي يطلع كذا بالصوره الباهظه. انا وجهه نظري هذه صوره غير مشرفه. انت ما انت قادر تدفع للناس لا تتعاقد معاهم، ما انت مجبور تتعاقد معاهم يا اخي. طيب يعني صوره بصراحه انا اتكلم لك بقلب محروق والله. يعني الاربعه الاجانب كل العام الماضي كلهم شاكي، اللي قبلهم ما ادري مين شاكين. انا والله ما صرت احفظ اساميهم. مدربين شاكين، لاعبين اجانب شاكين، لاعبين محليين اذا طلعوا اشتكوا. ما هو معقول. بس مش النصر بالحاله يا ابو فهد. النصر اوكي. ما هو شوف، هذه هي المشكله. هذه اللي انا ما احبها. هذا السؤال اللي انا ما احبه. ليش؟ شوف، لما مثلا تجي مثلا ولدك مثلا يصير ساقط، اقول له يا اخي يا ولدي يا اخي ليش تسقط في الدراسه؟ ليش ما ناجح؟ تقول بعد تقول ولد الجيران ساقط. ما هو بصحيح. انا ما اعاني من ولد الجيران، انا اعاني من نفسي. فالعمليه انا شايف يعني بصراحه زادت عن حدها. يعني ملف والله غير مشرف وملف غير محترم. النصر قاعد ينشكي في كل يوم. يعني كل اللاعبين اللي يلعبون معك يطلعون بشكوى. يا اخي ليش ما يطلعون باحترام؟ ليش ما يطلعون بقولة شكرا؟ ليش ما يطلعون باستحقاقاتهم تكون موجوده في حساباتهم؟ بل بالعكس يصير لهم حوافز حتى النادي بكره يحبها غيرك. يعني انا لما اطلع منك بشكوى بكره انا ما اجيك. انا وش ابغى بك يا اخي؟ اروح للنادي اللي يحترمني ويعطيني حقوقي. يعني طيب. النادي الان انا اقول لازم انا اوجه ندائي مجددا للامير مشعل بن سعود بن عبد العزيز رئيس هيئه اعضاء الشرف. سمعه النصر لازم تكون دائما افضل من كذا. اي لاعب يحترف في النصر لازم ياخذ حقوقه سواء محلي او اجنبي. واللي قاعد يصير في النصر حقيقه سياسه اقتصاديه خاطئه جدا. رجل يعرف انه ما يستطيع يوفر هذه المبالغ ويوقع ثم يرميهم على النوته.
النوتة ذي حتتحمل ايه ولا ايه؟ طيب بس لعلمك يعني انه ترى ادريانو ما قال مغادرين. من هو؟ انا ما يهم، انا اشوف مغادرين بس انت الحين انت تاكد انهم مغادرين وانا اكد لك انهم بكره بيشتكون. هذا ما سويت شيء انا اجيب لي يعني اجيب لي لاعب اقول والله تعال بعطيك 3 مليون يورو وانا اعرف ان ما في جيبي ولا 800 ريال، ما هو بصحيح، هذا ما هو بصحيح، هذه اسمها فوضى ماليه. طيب